عباد الله، في كل يوم نصلي على جنازة، بل أكثر الأيام، وأنتم في هذا اليوم صليتم على جنازة في الصباح. ولكن يا عباد الله، من منا يعتبر ويتعظ؟ يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. فهو الواعظ الصامت. وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. لماذا؟ لأن الإكثار من ذكر الموت يجعل العبد يقبل على الله سبحانه وتعالى، ولا ينشغل بهذه الدنيا ويزهد فيها، ويقبل على الآخرة، يقبل على الآخرة والعمل للآخرة. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، فالموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل.